انتشر مؤخرا فيديو لسيدة أظهرت كل شيء في توثيق نشرته تحت عنوان روتيني اليومي. مش هتقدر تغمض عينيك، كل شي غيبان. وهو الفيديو الذي تداوله بالصور مجموعة من النشطاء، مشيرين إلى ما آلت إليه بعض الفيديوهات المنشورة في إطار ما وصف بحرية التعبير في ظل غياب الرادع القانوني. وقد استشاط الفيسبوكيون غضبا من الفيديو، خاصة وأن السيدة التي ظهرت في الفيديو لا تبدو عليها علامات الفقر، مما دفعهم للتساؤل عن الهدف من وراء نشر مثل هذه الفضائح للعموم. هذا وقد تصاعد الجدل في المغرب مؤخرا حول ما بات يعرف بفيديوهات روتين اليومي، التي تحقق نسب مشاهدة عالية وتتصدر الترند المغربي أحيانا. وعلاقة بالموضوع، فقد نبه قانونيون إلى خطورة تأثير فيديوهات روتين اليومي على الناشئة، لا سيما فئة الأطفال والمراهقين الذين ليس لهم إمكانيات لاتخاذ مساحة بين ما يرونه في العالم الافتراضي والواقع، محذرين في ظل ذلك من صعوبة بناء الأجيال الحالية والقادمة على قيم المواطنة. وبشأن وجود قانون يحد من فيديوهات روتين اليومي المثيرة للجدل، لا يزال المغرب يحكم في هذا الإطار نصا قانونيا يعود لعام 1963، ويتحدث عن المشاهد التي تخل بالحياة المتفق عليه داخل المجتمع المغربي. ولكن المشكل عند المشرع المغربي في إمكانية تطبيق هذا النص. وخلاصة القول، فإنه يصعب ويستحيل محاصرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه الفيديوهات ليست بالضرورة أن يكون أصحابها من المغرب، حيث المشكل يتجاوز المشرع المغربي. ويجب على الدول أن تلزم هذه المواقع الاجتماعية بوضع دفتر تحملات لحماية خصوصيات كل مجتمع على حدة.